لقاء جد مهم. احنا كنعرفوا بانه الشعب المغربي كينتظر الحكومه، كنعرفوا التوجهات ديال صاحب جلاله السيد رئيس الحكومه ان يعجل بالمشاورات، وحنا داخلين معاه في هذا الحوار لتعجيل فعلا المشاورات. فاللقاء ثاني ولا ثالث اللي كنتكلموا على الحكومه، يعني في حقيقه في جميع النقاط كاين واحد الاتفاقات اللي هي كبيره. الآن باقي لنا يمكن نشوفوا مرة أخرى إن شاء الله، لأنه كما قلنا بأنه نريد حكومة منسجمة متفقة اللي يمكن تشتغل وتهتم بالاهتمامات ديال الشعب المغربي. والان باقي النقاشات حول هذه الفكره، وانتم كتشوفوا اش وقع يعني في الاسبوع في اخر الاسبوع الماضي، بانه كاين القذف، كاين الشتم ديال واحد الحريفيه ديال السياسه. حنا ما غاديش نهبطوا لهذاك المستوى، ما غاديش نجاوبوا الناس، ولكن كتشوفوا كذلك اش وقع بالنسبه يعني لي ديكلاراسيون اللي تعملوا لدول اللي هي على الاقل كاين الجوار اللي هو معها واللي خصنا نحترموها، واللي يمكن انه يعني الا كنا مع ناس بحال هادو داخل في الحكومه ويكونوا بحال هاد يعني لي ديكلاراسيون، فهذا شيء مزعج للحكومه، لان خصها تكون معقوله، مزعج للبلاد. يجب ان نحترم الجيران ديالنا وكل واحد يدير السياسه. فالاحزاب السياسيه والزعماء ديال الاحزاب خصوصا في السياسه الخارجيه ما هماش هنا باش يديروا ازمات، هما هنا باش يحلوا الازمات وباش يقربوا لوجهه النظر الا كانت بعيده بين البلدان.